يا ترى إيه هو الكوثر؟ وما معنى شانئك؟ ومن هو الأبتر؟ مع تفسير سورة الكوثر. لكن في الأول ما تنساش تدعمنا بلايكك الجميل وتشير الفيديو علشان غيرك يستفيد، فالدال على الخير كفاعله. سورة الكوثر ترتيبها في المصحف 108، عدد آياتها 3، وهي على أرجح آراء أهل العلم من السور المكية. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. إنا، وهنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، كما كان عند العرب في اللغة العربية أن من يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع يعظم من نفسه، ولله المثل الأعلى. أعطيناك، وجاءت هنا كفعل ماضي للتوكيد، حتى ولو كان الفعل سيحدث في المستقبل، على اختلاف تفسير معنى الكوثر. زي لما بتقول لواحد أعطيتك كذا وانت لسه هتعطيله، والمقصود لتوكيد الفعل الكوثر. وفي تفسيرين أو رأيين. الرأي الأول وهو أن الكوثر هو نهر في الجنة، أو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني وهو المشهور عند ابن عباس رضي الله عنهما أن الكوثر هو الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر. فصلي لربك وانحر. فصلي وهي من باب شكر النعم، وقيل إنها صلاة العيد. وانحر أي اذبح ذبيحتك لله سبحانه وتعالى، والنحر يكون في العيد. إن شانئك هو الأبتر. وشانئك أي مبغضك وكارهك هو الأبتر، أي المقطوع أثره من كل خير. فكانت قريش وكفار قريش يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبناؤه الذكور كلهم ماتوا في حياته، وكان العرب يتفاخرون بخلفة الذكور، ولأن الذكر يحفظ ذكر أبيه بعد موته، فيقال فلان ابن فلان، أما البنات فلا. فأخبر الله نبيه بأن من يبغضه هو الأبتر، وقال لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. وبالفعل أكثر اسم مشهور في العالم هو اسم محمد، واسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر مع كل أذان في كل بقاع الأرض. وما من مسلم يقول لا إله إلا الله إلا ويعقبها بقول محمد رسول الله. هذا والله أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.